ثم بعد هذا قال رحمه الله: باب لا تقوم الساعة حتى يغبط أهل القبور. حتى يغبط أهل القبور، معلوم أن الغبط تمني مثل ما للغير من غير طلب أو تمني لزواله. حتى يغبط أهل القبور، ذلك حينما لا يكون للحياة حلاوة ولا طعم، يعني وجود الإنسان وعدمه، بل عدمه أفضل، وحينئذ يتمنى الموت. والمسلم إنما يتمنى الزيادة في العمر ليعمر هذه الأيام والليالي بما يرضي الله عز وجل، فإذا كان لا يتمكن من ذلك فالموت خير له. وإذا خشي أن يفقد ما هو أعظم من ذلك، وقد يفقد رأس ماله من الفتن، حينئذ يسوغ له أن يتمنى ذلك. وإلا فقد جاء النهي عن تمني الموت: لا يتمنى أن أحدكم الموت لضر نزل به، هذا في أمور الدنيا. لكن إذا خشي على دينه من فتن لا يصبر ولا يستطيع مقاومتها فإنه حينئذ يسوغ له ذلك، لأن طول الحياة إنما يطلب من أجل الزيادة والتزود، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. إذا لم يتمكن من التزود أو خشي على رأس المال الذي هو الدين فلا قيمة للبقاء في هذه الحياة.